كده فاهمين مجال الماركتينج؟ غلط جدا. لان احنا من اول ما بنعمل المنتج لحد بعد ما العميل يشتري والخدمة اللي هقدمها له بعد الشراء. ليه؟ لان طبعا عندنا في التسويق انك لازم العميل بتاعك تحوله، بدل هو زي ما احنا بنقول بالبلدي عميل على الطاير، تحوله لعميل مستمر او عميل دايم معاك. عشان ما تبقاش مثلا ما يجيش مثلا ياكل عندك في المطعم مره وما يجيش تاني، ما يشتريش منك مثلا تيشرتين وما يشتريش تاني. لا، خليه دايم معاك. طب طب انا هخلي العميل دايم معايا ازاي؟ سهله وبسيطه. قدم له معامله كويسه، ما تغشهوش في المنتج بتاعه. بس كده، مش مطلوب منك اكتر من كده اساسا. عامله كويس، قدم له خدمه ممتازه، في نفس الوقت المنتج بتاعك ما يبقاش مغشوش. ما ينفعش مثلا تديله، انا مثلا اشتريت من مكان مثلا تيشيرت ووبر مني، انا هروح اشتري منه تاني؟ لا طبعا. وحكايه انك تخلي العميل اللي كان على الطاير ده عميل دايم، انت حرفيا بتزود المكسب. مش بتزود المكسب بس، لا، انت عامل مكسب دايم. لو بتاع هدوم عندك عميل دايم، في حد بيبطل يلبس؟ مفيش حد بيبطل يلبس. هيشتري منك مثلا دلوقتي شهرين، شهر، اسبوعين، انت جايلك تاني. يا جدع، ده حتى لو هيشتري منك مرة كل سنة وثابت معاك، 10/10. يعني تخيل مثلا في 300 عميل اشتروا منك، لو قدرت بس 100 عميل تخليهم دايمين، انت برنس. انت برنس.